السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل لكم رز معمر وبانيه وسلطة. اكلة جميلة كلنا بنحبها وما بيختلفش عليها اتنين. اول حاجة هنبدأ بتتبيلة البانيه. حطينا البهارات الملح والفلفل الاسود والكمون والبابريكا، وحطينا نص كوباية لبن ونص كوباية خل، البانيه نص كيلو وحتتين. البانيه دوت احنا اللي عاملينه عندنا في البيت وخلينه. بسم الله ما شاء الله، شوفوا رقيق وجميل ازاي. هنجيب معانا بولة ونحط فيها اللبن والخل والتوابل، نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة ونص معلقة بابريكا ومعلقة ملح. نقلبه كويس، ندوبه في قلب اللبن والخل، وننزل بالبانيه حتة حتة، نقلبه كويس في التتبيلة. قلب بالمعلقة كويس كده، قلبناه وتمام التمام. هنغطي البولة بقى وندخلها التلاجة. انا عاملاها قبل الاكل بحوالي 3 ساعات. ندخله التلاجة، وبعد كده هنجيب بقى الصينية بتاعتنا الجميلة عشان نعمل فيها الرز المعمر. جبنا الصينية هنفضي فيها الرز دوت انا غسلته ونقعته نص ساعة. رز بلدي بتاعنا جميل بيزيد. الرز دوت كيلو ونص رز. حطيته في الصينية وحطيت عليه 2 كيلو لبن وكوباية ونص مية. حطيتهم على اللبن وانا بغليه. اللبن دلوقتي ايه دافي شوية. ومعايا بقى الحاجة اللي بتنقل الرز نقلة تانية وتخليه جميل وزي العسل، 5 معالق قشطة. اللي ما حطش قشطة على الرز يبقى ما كلش رز معمر. وهنحط له ملح وقرفة وفلفل اسود، بيخليه جميل القرفة مع الفلفل الاسود، واللي مش حابة تحط القرفة براحتها. ونحط نص كوباية زيت، والملح بتاعنا حطيناه والقرفة والفلفل الاسود، ونقلبه كويس. ولازم الصينية يبقى فيها مكان فاضي لان الرز المعمر بيزيد كده. العقد بتاعه تمام ومظبوط. هندخله الفرن، واللي عايز يحطه في فرن البوتاجاز هيحطه فوق الصاجة على طول، ولما ينشف يغطيه بغطا. ما ينشف وياخد وش يغطيه بغطا. رجعنا تاني للبانيه، هنطلعه في الطبق، نحطه في طبق. بعد كده هنحط نص كوباية لبن على التتبيلة بتاعت البانيه، اللي هي بقى فيها ملح وفلفل وخل ولبن. وهنكسر بيضة ونرب البيضة كويس مع السوائل اللي في البولة. وهنجيب طبق ونحط فيه كوباية الدقيق، الكفر اللي هنعمل بيه البانيه ان شاء الله. ونحط عليها معلقتين كبار نشا، وهنحط عليها بهارات برضو، بابريكا وفلفل اسود وكزبرة وكمون وملح، ربع معلقة من كل حاجة. ونقلبها كويس ونركنها. ونجيب بقى طبعا طبق تاني ونحط فيه كوباية البقسماط، ونحط كيس فيجيتار اللي انت عايزاه. نقلبه كويس. وبعد كده هنجيب اللبن والخل والتتبيلة ونحطها في بولة صغيرة. المحلول اللي هنبلي فيه البانيه، بنبلي البانيه في الدقيق وننزله في المحلول ونطلعه على البقسماط، ونبطه بايدنا كويس كده عشان الكفر يتماسك، ونحطه في طبق جنبنا. طبعا واحنا بنعمل حاطين الزيت على النار وموطيين عليه عشان يقدح، او من الدقيق للمحلول للبقسماط. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حط البانيه في الزيت. عايزه اقول لكم البانيه زي العسل. هنشوفه، نقلبش الا لما لونه يبقى ذهبي. لا لسه لونه مش ذهبي قوي، لما لونه يبقى ذهبي، اللون ذهبي، نقلب.
بياخد لون جميل، والكفر ما بيفكش في الزيت ولا اي حاجة. طلعه كده بقى لونه جميل اهو، وعايزه اقول لكم بيقرمش وجميل، وما شاء الله الكميه بتزيد. والرز المعمر بتاعنا بقى اللي دخلناه في الفرن وطينا عليه دلوقتي. الرز المعمر تملي بنعمل معاه صينيه بطاطس في الفرن، او نعمل معاه فراخ بلدي. قلنا بقى نغير ونعمل جنبيه بانيه، وحاجه بسيطه وخفيفه وسهله. هنخلص بقى بقيه الكميه. بصوا، بصوا الصوت، بصوا الكفر متماسك ازاي، بصوا البانيه من جوه شمع ابيض وزي العسل. وما تنسوش بقى لو الوصفة عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بصوا الرز احمر وجميل وريحته زي العسل ومفلفل، وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي.